بتبدأ الحلقة التانية باستجواب الشرطة جيفري دامر عن سبب قتل ضحاياه واحتفاظه بجثثهم. عشان كده بيحكي لهم قصته اللي بتبدأ من نشأته سنة 1966، وهو في يوم وهو صغير لما روح ولقى أمه مرمية على السرير لأنها كانت بتحاول تنتحر، بس هو قدر يطلب لها الإسعاف وأنقذها. وكان على طول بيسمع أبوه وأمه وهما بيتخانقوا. وفي يوم لما أخد سمك من البحر عشان يهديه لمدرسته في الوقت اللي أصدقائه بيهدوها تفاح وهو بيهديها سمك، اللي بتكون مستغرباه وفاكراها لحصة العلوم، بس هو بيقول لها ان هي ليها. وبعد الحصة لما بيطلبها منها طفل بتديها له. عشان كده لما بيشوف جيفري بيكون متضايق، بس هو بيقول له ان هي اديتها له، وبعدها بيزعق له وبيمشي. بس زمايله بيكونوا شايفينه غريب، وهو فعلا بيكون كده لانه بيمشي وراه وبيدخل بيته وبياخد السمك، اللي بعدها بكل برود بيحط له سم وبيموته. وبعدها في يوم لما بيطلع ابوه حيوان ميت من تحت بيتهم، وبيحكي له ابوه ان هو زمان كان بيشرح الضفادع، بتدخل الفكره دماغه. عشان كده بيقول لها ان هو حابب يعمل كده، بس هي بتكون رافضه. عشان كده بتتخانق مع ابوه اللي بيكون موافق، علشان كده بياخده. ولما بيلاقوا حيوان ميت بيروح ياخدوه، وبعدها بيشرحه قدامه وبيخرج قلبه وبيديهوله. بس جيفري بيكون متضايق لانه هيطلق امه. وفي سنة 1981 لما كبر، اللي بعد ما خلص الجيش عاش لوحده في ميامي، اللي لما بيحس بالوحدة بيتصل بأبوه وبيطلب منه ان هو يرجع، وبيوافق وبيرجع وبياخده، وبيقول له ان هو يحترم جدته ويمشي على قوانينها، وانه ما يشربش لانه هيقعد في بيتها، وبيعمل كده. ولما بيكون قاعد مع جدته بتنصحه وبتقول له ان هو يخرج ويكون صداقات لانه بيكون وحيد ومنطوي. وتاني يوم في شغله لما بيجي صاحب المحل وبيقول له ان هو لازم يلبس قميص رسمي في الشغل، بيروح وبيشتري واحد وبيركز مع الملكين اللي الراجل بيلبسه. عشان كده بيستخبى وبيستنى لحد ما المحل يقفل، بعدها بيسرقه وبيمشي. ومن هنا بنعرف ان هو شاذ. وسنة 1991 بقى هاوي للقتل وبيستدرج ضحاياه. عشان كده لما بيخرج وبيلاقي شباب بيتعرف على واحد وبيقول له ان هو هيشتري له اللي هو عايزه، وبيعمل كده، بس بيطلب منه ان هو يروح معاه البيت عشان يحتفلوا هناك مقابل ان هو هيديله فلوس، وبيوافق وبيروح معاه. وبعدها جيفري بيعرف ان سنه 14 سنة مش 21 زي ما قال. وبعدها بيقول له الولد ان هو اخو الشخص اللي هو اتحرش بيه واتمسك بسببه، بس جيفري بيكذب وبيقول له ان هو كان كل اللي عايزه منه ان هو يصوره، بس هو رفض وراح للشرطة وكذب وقال ان هو اعتدى عليه. بس الولد بيقوله ان عيلته محتاجة الفلوس، عشان كده بيوافق ان هو يصوره. ولما بيطلب منه ان هو يديله فلوس دلوقتي بيديله جيفري جزء، وبيستنى لحد ما بيسكر وبيصوره. ولما بيفوق بيلاقيه ماسك شنيور. بيقوله جيفري ان هو متضايق لان الناس بتسيبه ومحدش بيفضل معاه، عشان كده بيقوله ان هو يعمله حاجه في دماغه ويخليه زي الزومبي عشان يخليه يفضل معاه على طول. عشان كده لما بيفوق بيكون شبه الزومبي، مش قادر يتكلم وفقد لوعيه، بس بيقدر يخرج. اللي لما بتشوفوا بنات بيبلغوا مامتهم اللي بتبلغ الشرطه في الوقت اللي بيوصل جيفري، علشان كده الشرطه بتساله لو يعرفوا، اللي بيقول لهم ان هو حبيبه. بس البنات بيحاولوا يقولوا للشرطه ان الولد فيه حاجه غلط وانه بينزف من دماغه، بس جيفري بيقول لهم ان هو سكران ووقع اتخبط في دماغه. ولما بتحاول الشرطه تعرف عمره بيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو عنده 19 سنه. ولما بيسالوه عن بطاقته بيقول لهم ان هي ضايعه منه وان هو عايش معاه وان عنده صور تثبت لهم ده، بس جارته بتكون عارفه ان هو اصغر من كده، بس الشرطه مش بتسمع لها وبيسمحوا له ان هو يرجعه لشقته وبيروحوا معاه. اللي لما بيدخلوا بيشموا ريحه وحشه، عشان كده بيقول لهم جيفري ان تلاجته بايظه واللحمه عفنت فيها. وبعدها بيوري لهم الصور وبيصدقوه. ولما بيسيبوه بيروح ياخد الشنيور عشان يقتله. وبتشوفهم جارته وهم ماشيين، وبعدها بتسمع صوت الشنيور